درهم ولا 1500 درهم حتى ل 5000 درهم ولا اكثر. خرجوا للسواق، انا كنخرج. وزير الفلاحة أحمد البواري كان في مجلس النواب كيهضر على الاستعدادات لعيد الأضحى، وخلال الهضرة ديالو قال باللي الحوالن موجودين والأسعار كتبدا من 1000 درهم أو 1500 درهم وتوصل حتى ل 5000 درهم وأكثر. وقال عاوتاني باللي هادشي اللي كيروج على الغلاء بزاف ما كيعكسش الحقيقة ديال السوق، وزاد تحداهم وقال لهم إلا بغيتو نمشيو مجموعين للأسواق ونوريكم هاد الأثمنة. هاد التصريح ديال خروف ب1000 درهم نوض العجاجة وشاع العافية في البرلمان وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك واتساب، والمغاربة تفاعلوا معاه بزاف لعدة أسباب. واحد، البرلمانيين ناضوا ليه، بزاف ديال النواب عارضوا الوزير وكيقولوا باللي هاد الهضره بعيده كل البعد على الواقع، وتحدوه يوريهم هاد الحولي ديال 1000 درهم فين كاين، حيت في السوق دابا الحواله واصلين لأثمنة خياليه 4000 5000 حتى ل 6000 درهم وكثر. اثنان، موجة ديال السخرية، الضحك والتبوريد، الفيسبوك وتيك توك تعمروا بالميمز والتهكم. الناس بداو كيتغ موا وكيقولوا فين كاين هاد الحولي ديال الوزير؟ واش هاد الحولي كياكل لوز؟ ولا واش هاد 1000 درهم غتشري لينا غير القرون؟ ثلاثة، الغضب من الشنقة والمضاربين. الوزير فاش سولوه على المضاربين اللي كيشعلوا السوق قال لهم انا ما كنعرفش هاد الشنقة، اللي كيعرفهم يوريهم لينا. هاد الجملة حتى هي زادت عصبات العباد، حيت المواطن البسيط هو اللي كياكل الدق في السوق وكيواجه السمسارة وجه لوجه. الخلاصة، هاد الجدل كامل نايض حيت الناس كيحسوا باللي كاين فرق كبير بين الهضرة والتقارير الرسمية ديال الحكومة وبين الواقع المرير والغلاء اللي كيلقاوه فاش كيمشيو للرحبة السوق يشريو حولي العيد.